أهلا وسهلا ومرحبا بكم حبايبي متتبعي القناة، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم حابة نشارك معكم هاد الطوست اللي كتشوفوا أو بان دومي بطريقة بسيطة وتيجي رائع تيجي بنين. كناخد قصرية وغادي ندير فيها هنايا الفرص بوحديتو، وغادي نزيد عليه مليحة والحليب المجفف والسكر سنيدة والخميرة المعجونة. صافي غادي نجمع كلشي بالما دافي، وغادي نزيد هنايا خماره. انا كتعجبني خماره كتزيد واحد اش نقول لك داك الطوست تيجي بحال الكيك. غادي نجمع كلشي وغادي ندلكو، ما كندلكوش انا بزاف. وصافي كيف ما شفتوا تجمعت العجينه، عاد كندير انا الزبده، قطع ديال الزبده الوسط، وكندي وكنجيب العجين مزيان. صافي وكنخليها ترتاح واحد شويه، واحد ربع ساعه في القصعه تخمر واحد شويه. وهنا غادي نشد المول ديال الكيك، غادي ندهنو بالزبده مزيان، اولا نديرو في اولا ندير عليه بابي كويسون، الا ما عندناش نديرو غير الزبده هكا. وصافي كنشد العجين عاوتاني كيف ما شفتوا، كنعجنها عاوتاني وكنطلقها مزيان في القصريه. عاد غادي نلويها كيف ما كتشوفوا، تلوي على 4 ولا المهم داكشي اللي جاني. وصافي وكنشد المول وغادي نحط فيه. كيف ما كتشوفوا خديت انا لاباط ودرتها في المول، وكنقادها مزيان، وغادي ناخذ بابي فيلم اولا شي بلاستيكه ونغطيها ونتقلها مزيان، المهم حتى تتخمر لينا. من بعد ما خمر لينا كيف ما كتشوفوا، صافي كنحيد من ديك البلاستيكه. وهنايا غادي ندير الدهن، ما غاديش ندير انا البيض. هنايا غادي ندير حاجه اخرى حتى هي كيجي محمر، تيجي من الاحسن الا ما عندوش واحد البيض يجي غير الحليب المجفف. الحليب المجفف نيدو، وكنزيد عليه شي شويش ديال الماء وصافي. وغادي نغطي ليه الوجه ديالو. المهم اللي ما عندوش البيض يدير هاد الطريقه هادي، من الاحسن هاد الطريقه هادي كيجي حتى هو محمر. وندردروا عليه اي زرار عندنا. المهم انا هنايا عندي البافو هو اللي درت، هو اللي عندي. وكاين الزنجلان اولا الزريعه اولا بودور الشيا، اي حاجه عندكم، اولا الحبه السوداء. المهم تيجي المذاق لذيذ لذيذ بزاف. من بعد ما وجدنا غادي ندخلوه للفران، المهم الوقت الكافي اللي غيطيب فيه. هذا هو الطوست ديالنا من بعد ما خرج من الفران، كيف ما كتشوفوا تيجي محمر. ما نقولش لكم تيجي رائع، تيجي بنين 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 بزاف. صافي غادي نبداو نقطعوها. المهم انا خديت هنايا موس تيكون ماضي مزيان. خديت انا هاد الموس هادو ما عمرهم مستعمل، اولا غادي نقطع بيه، اولا يمكن لكم تستعملوا المنشار، قطعوه بشويه حتى تيبرد، ما تقطعوش وهو سخون. وصافي تبداو نصدفوا. هذا هو الطوست ديالنا، تيجي بنين 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 بزاف بزاف بزاف. كيف ما كتشوفوا هو مفشفش، كيف ما كتشوفوا بحال شي كيك. ديك الخماره اللي درت انا كتخليه بحال الكيك.
وهذا هو الطوست ديالنا باندومي. نتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوه. هذه هي الوصفه ديال اليوم. دمتم في امان الله، الى اللقاء.